هلا والله شباب، شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. وكنت قاعد قلت يلا خلينا نسوي لنا فيديو هيك على السريع. فاخترت لي فكرة، قلت خلنا نرايكم شلون تتخلص من شغلة اللاج بالمحاكي البي اس بي. طبعا شغلة اللاج شنو اسبابها؟ اهم سبب هو اصلا يعني الشيء الاساسي اللي راح نحكي عليه هو مواصفات موبايلك، اللي هو معالج الرسومات يكون مواصفاته قليلة، او شلون اقول لك يعني مش شغل مواصفات كافية شغل الالعاب. فحاليا احنا ايش عدنا هنا؟ عدنا اله الحرب احنا منزلين فلعبة يعني قوية. انا جهازي يشغلها بس بعض الاجهزة ما تشغلها، فراح اراويك بعض الشغلات بالاعدادات راح تسويها، راح تحسن لك الاداء بشكل يعني كلش كبير. فشوفني بعد انا راح ندخل على الاعدادات. اول شي تروح له وهو يعني الشي الاساسي اللي يأثر على الاداء وهو الجرافيك. هنا تجي مثلا هذه الخلفية او هذا شنو؟ هذا محرك التشغيل الخلفي مكتوب هنا، وما اعرف يعني بالانجليزي شنو. نشوفه والله باك اند، هي نفس الشي يعني اللي هو مشغل او محرك اللعبة. احنا نستخدم الفولكن. دائما خليه على الفولكن، لا تخليه على الاوبن جي ال. اوبن جي ال يعني سالفة بعدين همين نشرح لكم بغير مقاطع. فخليه على الفولكن، هو افضل اداء يعطيك. هنا عندك ريزولوشن بقى شوف، اذا زايد يزيد لك ريزولوشن. فاذا انت 10 هنا يعني حتى انا راح يعلق عندي. فانت شو تسوي؟ تخليه على الواحد هنا، واحد في اس بي. تمام. عندنا هنا سوفت وير ريندرينج. هنا الرندرة نعرفها، لا تخلي لها صح، شيلها. هنا ديسبلاي ريزولوشن، هنا تمام ديسبلاي ريزولوشن هم نخليه بي اس بي 1، اللي هو ممكن شوف يعني حتى قلل الجودة هواية. هذا يعني شلون اقول لك للمواصفات الكلش قليلة يعني، ويشغلك العلم بأداء كلش مضبوط صراحة. إذا أنت أداءك زين فخلي شو اسمه native device resolution، تقدر تزيده لهنا، تقدر تزيده كلش فول تسوي. فخليه انت واحد على مود يعطيك اضبط اداء ممكن. تمام. عندك ديسبلاي، هذا شنو هذا؟ تمام. هسه هنا يقول لك انتهت حلول الارض، نروح نرجع على العربي لان صراحة بعض المصطلحات ما افهمها بالعربي الا غير على الانجليزي. اظهر معدل النسق هنا يعني هنا هذه ما نحتاجه. التحكم في معدل الاطارات هنا طيب اغلقه. عندك الفريم سكيب تايب همين اوفى تخطى الاطار التلقائي. هذا عندك هنا سرعة ثانوي، هذا هنا قلنا لا محدود، او اكو ناس تخليه على 100، بس انا نصحك انه اصلا ما تلعب بيه لان هذا ما طول الاطارات غير مقفولة فراح يأثر على سرعة اللعبة عندك. سكيب بوفر، اكو ناس هنا تطيع على مود الوان حلوة، بس الصراحة معظم الالعاب قاعد تخرب الالوان مالتها. صراحة ما اعرف يعني لو تركه افضل. فهذني ما عندنا شغل بيهن. انت شوف تريد تشتغل بيهن لا، بس انا ما صراحة ما احبن. بقى هنا سليم بوزر، طقة وانخفض. تمام. سبلين اند بيزر، اوكي طقة منخفض. هذا عندك هنا الاداء، هنا راح تيجي شنو هنا هسه تسوي هنا تقفله على 60 فريم تقدر، وهنا تقدر لا تفتحه. يعني مال جهازي 120 فريم فاقدر حتى 120 فريم. فانت تقفله، اذا تقفله راح يأثر على الجهاز وراح يأثر يسوي عندك حمامة او حتى بطء بالحركة باللعبة احيانا. هنا البوفر جرافيك طي نو بوفر او تعوفها يعني مو ذيك الصراحة مو ذاك يعني الاداء المختلف كلش قوي يأثر.
فتريد تقليها تريد تعوفها، يعني صراحة انصح حتى عوفها يعني، لان ما تحتاج هواية. هذي عوفة هذي عوفة. هاي نوع التكبير. فلتر الحواف، هذا فلتر الحواف يا جماعة. هنا هذا يفرق هواي عندك، يفرق بشكل عندك بالأداء هنا. اما تخليه X2 او تخليه مغلق، فاذا انت جهازك ميت خليه مغلق، فاذا بمجال جهازك خليه X2. هسه احنا قاعد نسوي شنو؟ قاعد نسوي يعني اعدادات للاجهزة الميتة كلش يعني. فعندك هنا منقل رسوم. تمام. عندنا هنا تقدر منقل نسوم. حلو هاي. نيرست نخليه هنا على هذا الخيار هنا. انت خلي وياي يعني صراحة، يعني خلي وياي كل شي صراحة يجيك افضل اداء ممكن. الباقي ما عندنا شي صراحة. بعد هاي اعتقد خلصنا. يا خلصنا. لا انا بس ترجع مشغل اي لعبة عندك مثلا. هسه شوف شلون راح. بس خلنا نوخر هاي مال التصوير نخليها على صفحة. راح يعطينا اداء خرافي هسه صراحة. شوف شوف هسه احنا حاليا نصينا ريزولوشن الاقل شي يعني مع الاجهزة ميتة. يعني الاجهزة شايف ابو جي 7. انت تقدر شوي ترفع مثلا اذا جهازك يستحمل على مود تطي شوي جودة بالصورة. هنا وهذا الفيديو مالتنا اهم شي عندنا يعني الاداء. فا اوكي طيب تشوفون شوف الريزولوشن، شوف الحركات يعني مو قوية، بس يمكن الاداء كلش يعني سلس. طبعا هنا احنا مشغلين مثلا شو يعني ورا راح تلقى حتى استهلاك الألعاب الجديد يعني ما يتخطى 10 أو 20%. يعني كلش قوي كلش قوي صراحة كلش قوي. فا اوكي